لماذا يستقبل المنتخب المغربي مبارياته ذهابا وإيابا في المغرب؟ هل المغرب يتحكم في الكاف؟ وما علاقة فوز لقجع بالكولسة؟ لقجع 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 لقجع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء عن هذا الموضوع بكل حياد وبالدلائل حتى نقوم بتصحيح مجموعة من المغالطات. لكن قبل ذلك وفضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة كتشجيعا على دعم المحتوى الهادف. لنبدأ. الحكاية بدأت منذ 1984 حينما قرر المغرب الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية، وذلك احتجاجا على تواجد الكيان المزعوم المسمى بالبوليزاريو، واستمر الأمر إلى غاية 2016، أي بعد مرور 32 سنة، حيث أعلن جلالة الملك عبر رسالة موجهة إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي أن المغرب قرر وبكل عزم ووضوح العودة إلى كنف عائلته المؤسسية ومواصلة تحمل مسؤوليته بحماس أكبر وبكل الاقتناع. أما على المستوى الرياضي فعودة المغرب للاتحاد الإفريقي فتح آفاقا جديدة في كرة القدم المغربية، حيث عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 46 شراكة مع الاتحادات الإفريقية، والتي تهم مجالات تكوين الأطر والمسيرين والمدربين واحتضان الفئات السنية للمنتخبات. هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في اعتراف هذه الدول بمغربية الصحراء وسحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة وفتح قنصليات في مدن الصحراء المغربية وخصوصا مدينتي العيون والداخلة، وهذا ما يندرج ضمن الدبلوماسية الموازية أو القوى الناعمة. أي بفضل كرة القدم تم تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى كون المغرب دائما ما يقدم يد العون للدول الإفريقية وخصوصا في فترة الأزمات. وفي مارس 2021 وبالضبط عند تعيين باتريس موتسيبي كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عرفت الكرة الإفريقية مجموعة من التغيرات، ومن بينها إلزام الدول على التوفر على الأقل على ملعب واحد يستجيب لدفتر تحملات والمعايير المعمولة بها لدى الفيفا والكاف. وهنا الصدمة، فبعد زيارة لجنة البنى التحتية التابعة للاتحاد الإفريقي تبين أن 24 دولة لا تتوفر على ملعب واحد يستجيب للمعايير المطلوبة. وهنا بدأت أزمة هذه الدول في البحث عن مكان إقامة مبارياتها، وبدأت حكاية استقبال المغرب لمباريات البلدان الإفريقية، والتي وجدت في المغرب البلد الأنسب بحكم العلاقات الجيدة والشراكات في شتى المجالات، وبحكم أن المغرب أصبح بلدا رائدا على المستوى الإفريقي من ناحية جودة وتطور البنية التحتية الرياضية. إذن هذه هي قصة احتضان المغرب لمباريات الدول الإفريقية بكل موضوعية وحياد.